مساء شريف وعظيم على جميع. لو انت لسه جاي امريكا فخد بالك، الوضع بعد تولي ترامب مختلف تماما. الناس اللي دخلت امريكا ولسه ما حددتش موقفها القانوني وعايزين يعملوا اقامة وما يتتبعها في مثلا اجراءات الجنسية وغيره، لازم تعجل من اجراءاتك القانونية في اقرب وقت ممكن. في حالات كتيرة جدا، منهم ناس أعرفهم جم هنا ودخلوا فيزا سياحة وقرروا بعد كده إن هم يقعدوا ويقننوا أوضاعهم، ولكن ما اتخذوش أي إجراءات. خلال الشهر الحالي والشهر الماضي شهر يناير، في ناس كتيرة اتعمل لها توقف من خلال إدارة الآيس ومن خلال البوليس في كل ولاية بشكل مفاجئ، سواء في أماكن السكن أو في أماكن العمل أو في خلال الطرق، استوقاف عشوائي. وسألوهم على أوراقهم، ولما لقوا إن الفيز بتاعتهم منتهية وملهمش وضع قانوني بدأوا في إجراءات ترحيلهم. هذا يعني إن أنت لو لسه داخل أمريكا أو لسه جاي من فترة قريبة والفيزا بتاعتك انتهت، لازم تكون عملت أي خطوة قانونية اللي أنت جاي عشانها. يعني لو أنت جاي علشان تدرس فأنت بتدرس ومعاك فيزا الدراسة ولازم تكون سارية. لو أنت جاي لم شمل، لو أنت جاي بدعوة، لازم يكون معاك الأوراق اللي تثبت ذلك. لو أنت جاي فيزا سياحة والفيزا انتهت ولسه ما عملتش قضية أيا كان نوع القضية ديت، فأنت مهدد بالترحيل. خد بالك، التفتيش والانفستيجيت في كل الولايات مش في ولاية واحدة، وده موقف قانوني لأمريكا. ربما خلال إدارات وفترات سابقة ما كانش بالشكل اللي احنا بنشوفه دلوقتي، لأن إدارة الآيس والبوليس الأمريكي بيعمل انفستيجيت في كل مكان، بيخش محلات، بيخبط على بيوت، بيستوقف عربيات. وشفنا أكم من فيديوهات لجنسيات مختلفة مش مكسيكان بس بيتم استوقافهم ويتم القبض عليهم وترحيلهم لأنهم في وضع غير قانوني داخل أمريكا. طيب، هل دول بس الناس اللي بيتم ترحيلهم؟ لا، كمان بيتم ترحيل الناس اللي اتخذت المحاكم الأمريكية إجراءات وأحكام لترحيلهم خلال الفترة الماضية ولم ينفذ. الناس دي بيبقى ليهم مخاطرة كبيرة جدا، لأن الناس دي من الأول لما دخلوا أمريكا دخلوا بشكل غير قانوني، ولما المحكمة أصدرت قرارات ليهم بالترحيل ولم ينفذوا هذه القرارات بقوا على كف عفريت. النهاردة الناس دي أيضا مهددة بالترحيل في أي وقت. هل الفئة التانية دي كمان بس اللي مهددة بالترحيل الفوري؟ لا، كمان الناس اللي عليها أحكام جنائية أو criminals cases والأحكام دي صدر بشكل نهائي قرارات محكمة ضدهم، الناس دي برضو سيتم ترحيلها فورا بدون جلسات، بدون محاكمات، بدون استئناف آخر. بيكون الناس دي استوفت كل الإجراءات القضائية لتغيير الحكم الذي صدر ضدهم، وكان قرار نهائي بترحيلهم أو رجوعهم إلى بلادهم ولم ينفذوا. الناس دي كمان مهددة بالترحيل. لكن الفئة التانية والتالتة مش هي اللي تهمني. اللي تهمني أكتر الفئة الأولى، الناس اللي دخلت هنا بفيز لازم تكون واخدة إجراء قانوني، رفعت قضية، قدمت في المحكمة أو في إدارة الهجرة الأمريكية أوراقها لاعتماد قضية أيا كان نوع القضية ديت، لجوء إنساني، لجوء ديني، لجوء سياسي.